مساء الورد والياسمين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم احلى بيتي فور ممكن تجربوه في حياتكم. مش هنشتريه من بره، هيطلع معانا دايب ملهوش حل، وكمان مش هيسيح في الفرن. مقاديره مظبوطة، هتعمل اكبر كمية من ابسط المقادير. هيطلع معاكم قمة في الروعة. الناس اللي عندها مكبس في البيت هتعمل البيتي فور، واللي ما عندهاش كمان مكبس برضه هتعمل البيتي فور. ايوه، زي ما بقول لكم كده، مكبس من غير مكبس هتعملي احلى بيتي فور. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. وطبعا هنشتغل بكوباية واحدة، كوباية الجزاز المج العادية. جبت كوباية الا ربع من السكر، وبنفس الكوباية كنت معايرة كوباية سمنة، بس انا حطيتها في المج ده ودخلتها التلاجة 5 دقايق بس تتماسك شوية، علشان كانت عندي في العلبة سايحة فانا دخلتها تتماسك شوية. بعد كده السكر كوباية الا ربع من السكر وكوباية السمنة، وبالمضرب الكهربائي ضربتهم لحد ما وصلوا للقوام الكريمي بالشكل ده. وكنت مطلعة بيضتين من التلاجة وسبتهم لحد ما بيجوا بدرجة حرارة الغرفة. جبت أول بيضة كسرتها بيضة كاملة، وهضربها برضو لحد ما تختفي تماما. بعد كده هنزل بصفار البيضة التانية، يعني كمية البيض بيضة كاملة وصفار بيضة. لما بنزل بصفار البيضة التانية ده بضيف ربع معلقة من الفانيليا. يا ريت نستخدم الفانيليا البودر مش السائلة، في النواعم بالاخص يستحسن ان احنا نستخدم الفانيليا البودر، تدي ريحة احلى بكتير من السائلة. السائلة ممكن نستخدمها في حاجات تانية، بس في النواعم يفضل البودر. هنا نزلت بصفار البيضة وعليهم ربع معلقة الفانيليا، وبعد كده هضربها لحد ما تختفي تماما. وزي ما قلت لكم البيض ننزل بيه واحدة واحدة. طبعا لو هتضاعفوا الكمية برضو ننزل بالبيض واحدة واحدة لحد ما كل واحدة انزل بيها تختفي، وانزل باللي بعدها. ضربتها لحد ما اختفت تماما هنا، وبعد كده هنزل بكمية الدقيق. طبعا الدقيق ملهوش عيار ثابت، ده على حسب، وده على حسب نوعية الدقيق اللي انت هتستخدميه وحجم البيضة كبيرة او صغيرة. ففي تلك الحالتين هتستخدمي من كوباية ونص دقيق الكوبايتين، لا هينقص عن كده ولا يزيد. وده طبعا هيفرق معايا او معاكي او مع اي حد تاني فرق معلقة او 2، مش اكتر من كده، زي ما قلت لكم على حسب نوعية الدقيق وعلى حسب حجم البيضة. بعد ما نزلت بشوية دقيق، طبعا انا مش هنزل بيه كل الكمية مرة واحدة، هنزل شوية بشوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وطبعا ضفت نص معلقة من البيكنج باودر، ما زودش بيكنج باودر علشان البيتي فور ما ينفخش معايا في الفرن، كتر النفخة هيخليه يسيح. ولميت الدقيق مع البيكنج باودر لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. طبعا نزلت بالدقيق شوية بشوية لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه. بعد كده هجيب المكبس اللي احنا هنستخدمه. ولو ما عندكيش المكبس هوريكي كمان طريقة دلوقتي ازاي تعملي بيتي فور زي بتاع المحلات من غير لا مكبس ولا اشكال، بالسكينة. بالسكينة هتعملي احلى بيتي فور. دلوقتي انا اخدت قطعة من العجينة ونختار احلى شكل احنا حابينه وعايزين نعمل بيه البيتي فور. انا طبعا اخترت شكلين بس مش اكتر من كده، مش عايزة اشكال كتير في البيتي فور بتاعي. وقطعت البيتي فور بالشكل ده، ده صينية كاملة بشكل واحد، وكمان الصينية التانية بشكل مختلف، ودول الشكلين اللي انا عملتهم بالمكبس. بعد كده هنعمل البيتي فور من غير مكبس. جبت العجينة بتاعتي وغطيتها بورق زبدة او كيس بلاستيك، وفردتها خليتها خفيفة خالص. وبالسكينة هعمل صوابع بالطول. وبعد كده هجيب ظهر السكينة واعمل كده خطين في كل واحدة. ده بالسكينة شكل مميز خالص للبيتي فور، بيبقى طالع حلو خالص. وانا جوزي عن نفسه بيحب الشكل ده اكتر من اي شكل تاني انا بعمله بالمكبس، بيحب اللي انا بعمله هنا بالسكينة. لو تشوفوا كل الفيديوهات بتاعت البيتي فور بتاعتي انا بحب اعمل شوية من الجزئية دي، ده انا بعمله لجوزي مخصوص علشان هو بيحبه. طبعا برص البيتي فور كله على الصينية من غير ما ادهن الصواني سمنة خالص. طبعا انا كنت الصينية دي استخدمتها في البيتي فور من شوية وطلعت ما مسحتهاش خالص، حطيت عليها البيتي فور اللي انا عملته بالسكينة. مش محتاجين زي ما قلت لكم ان احنا ندهنها سمنة. هنا كنت سويت البيتي فور ده شكله بعد ما طلع من الفرن.
البيتي فور بيتسوى على نار هادية خالص على درجة 170 على الرف اللي في النص. تاخد حوالي يعني من 18 دقيقة ل20 دقيقة على نار هادية خالص. بياخد لون خفيف ذهبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما سيبهوش يحمر عن كده. وبرضو نخلي بالنا ما نسيبهوش ونطلع برا المطبخ علشان نركز معاه. طبعا هتشوفي لو الصينية اخدت لون من جنب والجنب التاني ما اخدتش، نلف الصينية ونتعامل معاها لحد ما نطلع البيتي فور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويفضل اول ما نطلع البيتي فور من الفرن على طول نحركه كده بمعلقة او بسكينة، علشان لو بردت الصينية هيطلع معانا بصعوبة. نحركه حتى لو سنتي من مكانه وهو سخن علشان يطلع معانا بكل سهولة. بعد كده هسيبهم يبردوا تماما، وهجيب اي نوع مربى احنا عايزينه. كمان الناس اللي ما بتحبش المربى وعايزة تستخدم نوتيلا برضو هيكون حلو، ينفع ان احنا نلصق بالنوتيلا. يعني هنا انا مستخدمة مربى خوخ، ممكن نستخدم مربى تين او اي نوع انتوا بتحبوه. باخد كل شكلين شبه بعض ونفس المقاس وبلصقهم، يعني بحط حاجة كده بسيطة من المربى بفرشها في كل المكان ونلصق الاتنين على بعض. بعد ما اخلص كل كمية التلزيق ندخل على التزيين. برضو في التزيين انا مش هزين بحاجات كتير، هزين بس بجوز الهند الناعم والفستق الناعم، مش هستخدم فرماسيل. هنا خلصت كل كمية البيتي فور تلزيقها، وبعد كده جبت الشوكليت كنت بشرتها بشر ناعم علشان تسيح معايا بكل سهولة. انا جبت شوية لبن سخنين ونزلت بيهم على الشوكليت المبشور، وفضلت اقلب فيهم لحد ما وصلوا للقوام ده. وكنت نعمت شوية من الفستق وجبت شوية جوز الهند الناعم، وهبدأ ازين حتة صغننة كده في البيتي فوراية انزلها في الشوكليت، وبعد كده على جوز الهند او على الفستق وازين بيها واسيبهم على ورق زبدة لحد ما الشوكليت يتماسك واقدر ارص البيتي فور على بعضه. يعني ربع الكمية كده بالظبط انزلها في الشوكليت، او ممكن لو عايزين تنزلوا البيتيفوراية كاملة في الشوكليت تغلفوها في الشوكليت وما تضيفولهاش اي اضافات برضو مفيش مشاكل. اللي تحبوه اعملوا، طبعا الحاجة انتوا اللي هتاكلوها فتعملوا اللي انتوا عايزين. هعمل كل الطبق اللي انتوا شايفينه قدامكم بالشكل ده، لكن الصوابع اللي انا عملتها بالسكينة هسيبها كده من غير تلزيق خالص. جوزي ما بيحبش فيها اي اضافات، فبيحب ياكلها كده زي البسكوت. وهنا ده اللي بالفستق. طبعا لو مش عايزين تحطوا كل كمية الفستق بالشكل ده، ممكن بعد ما تنزلوها في الشوكليت رشة خفيفة كده من الفستق عليها على ناحية واحدة، مش لازم على الناحيتين. دي حرية شخصية زي ما قلت لكم، اللي تحبوه اعملوه عندكم، انتوا اللي هتاكلوا من الحاجة دي. فده كل واحد يعمل اللي هو بيحبه. عايزة اقولكم انه البيتي فور رهيب حرفيا بأمانة، ناعم ملهوش حل. ممكن كمان يفضل معاكم شهر في البيت من غير ما يحصل له اي حاجة. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتوا منها وهتعملوها عندكم في البيت. عايزة اشوف ارائكم في الكومنتات وتقولولي ايه رأيكم في البيتي فور القمر ده، شكلا زي ما انتوا شايفين، طعما ده في حتة تانية. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ما ننساش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد، وتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ كاما. See you. باي باي.